حبايبنا، عاملين ايه؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم بسكوت النشادر بطريقة سهلة وبسيطة ومضمونة، وان شاء الله هتعجبكم. نسمي بالله ونصلي على الرسول. هنا هعمل 2 كيلو دقيق اهو. طبعا الدقيق اللي متوفر عندك. ال2 كيلو دقيق هياخدوا نص كيلو زبدة او سمنة. في ايه؟ ال2 كيلو دقيق هياخدوا نص كيلو زبدة زي ما حضراتكم شايفين. انا طبعا مطلعها من التلاجة لغاية لما خدت حرارة الغرفة. وطبعا لازم ايه زي ما حضراتكم شايفين كده اعملها بالسكينة عشان تبقى سهلة معايا لما ايه اعملها بالمضرب يعني وكده. تمام. ال2 كيلو دقيق هياخدوا حوالي كده نص كيلو سكر وعليه معلقتين او كيلو الا ربع. قلت لك 2 كيلو دقيق، 2 كيلو دقيق ونص كيلو زبدة وكيلو الا ربع سكر بودرة. انا عندي سكر ده يعني طحنته في المطحنة. ومعايا هنا باكو بيكنج باودر، ومعايا 40 جرام من النشادر، ومعايا فانيليا سايبة، ومعايا ريحة الموز. دي فانيليا ودي ريحة الموز. تمام. ومعايا حوالي ربع كيلو لبن، يعني كوباية لبن. تمام. ادي مكوناته. طبعا 8 بيضات اهو، 8 بيضات. نسمي بالله ونصلي على الرسول. اول حاجه زي ما قلت لك افك كده الزبده عشان ايه ما تتعبنيش في ضرب لما بضربها يعني في المضرب يعني وكده. عندك سمنه كريستال روابي اللي انت بتستعمليها، سيبيها بس شويه كده من بره التلاجة وبعد كده ايه اضربي. تمام. بعد كده احط السكر بتاعي بسم الله ده مع السكر زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده ايه بالمضرب وهضرب الكلام ده كله مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الزبدة زبدة واضربهم بقى لغايه لما يبقى كريمي. تمام. هرجع لكم بعد شويه. اضرب كمان ضربه تاني وبعد كده اهو انزل بقى احط 8 بيضات. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. عندك بشر برتقانه ماشي، عندك فانيليا ماشي، اللي متوفر عندك. اهم حاجه اي حاجه بس عشان زفاره البيض. يبقى 2 كيلو دقيق هياخدوا 8 بيضات، نص كيلو زبده، كيلو الا ربع سكر بودره، باكو بيكنج باودر، و40 جرام نشادر. تمام. وفانيليا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه لايك منك كده، واللي اول مره تشوف كده قناتي تشترك تشرفني وتنورني. دي 7 اهي، 7. دي 8. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص. وبعد كده انا عندي عندي تحالة. دي فانيليا، دي فانيليا سايبة مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الريحة اللي انت عايزاها، عايزة جوزة الهند، عايزة موز، اللي انت عايزاه. خلاص. هنا اهو كده مرحلة الضربة خلاص انتهت. بعد كده عندي الدقيق وعندي البيكنج باودر وذرة ملح. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو الدقيق ده دقيق اسمه سديم، دي الكحك والبسكوت، نوعية حلوة قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزة طبعا اولادي جنبي وما تحلاش طبعا حاجة العيد اللي اولادي جنبي، فسامحوني بقى لو صدر صوت منهم ولا كده. كل سنة حضراتكم طيبين. اهو ده اول كيس. امسك حط يلا كده بسيطة اهي. خلاص. وهعاير الكوباية دي لبن
اهي. حطينا الكيس بيكنج باودر، حطيت ملح، حطيت بيكنج باودر. تمام. خلاص يبقى انا حطيت الدقيق وحطيت البيكنج باودر وذره ملح. تمام. هنا كوبايه لبن ودول 40 جرام من النشادر. انت تقولي للعطار ان انا عايزه حاجه نشادر ل2 كيلو بسكوت. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هيفور معايا طبعا دلوقتي على معجن يكون ايه يتفاعل مع اللبن واعجن بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. افضل بقى ابس كده في الرحيم. خلاص روحي مع بعض. طبعا عايزه تحطي ميه مكان اللبن مفيش مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بصوا العجينه يا جماعه، شايفين يا جماعه العجينه؟ اللهم صل على النبي. شايفين؟ شايفين اهي زي العسل، زي الملبن معايا. اروح بعد كده اغطيها في كيس بلاستيك زي ما حضراتكم شايفين كده وفوطه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. واسيبها ترتاح حوالي ربع ساعه. وهنا طبعا مكنه البسكوت التقليديه بتاعتنا بتاعت امهاتنا غسلاها حلوه قوي، وعند السجان بتاعتها هدينا سمنه، وهنشتغل وهوريكم البسكوت بتاعنا. الرحيم. ودي التقطيعه بتاعتنا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولادي طبعا بيعملوا ما شاء الله اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هروح بقى مشغله الفرن بتاعتي، هسويه بقى وارجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. سوينا البسكوت بتاعنا اهو. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ حاجه عظيمه اهو. مسحت لكم الشاشه ما كانتش باينه. بصوا شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ ما شاء الله عليه طالع تبارك الله اهو. شايفين؟ الف هنا وشفا اهو. شايفين؟ عايزاكم تجربوه وتقولوا لي رايكم ايه. بصوا ال2 كيلو ما شاء الله عملوا كميه قد ايه. شايفين؟